السلام عليكم، اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني جدا يا بنات. إيه، يا رب تكونوا كويسين واجازه سعيده عليكم كده. انا عارفه في ناس خلاص خلصت وفي ناس لسه شغاله معاها امتحانات، فربنا يكون في عونكم يا رب كل الناس. وكل حبايبي اللي عندهم ولاد كده في المدارس والامتحانات معاكم شغاله لسه، فربنا يكون في عونكم باذن الله، وربنا يكرم كده الولاد والامتحانات باذن الله تبقى سهله عليهم كده. النهارده ان شاء الله جايه لكم كده بروتين حلو جديد وبسيط وخفيف، وان شاء الله يكون فعلا خفيف على قلبكم. بس طبعا قبل ما ابدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تنزلي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها، واعملي لايك جامد للفيديو ده لو عجبك، كومنت حلو منك عشان تشجعيني. وبس كده، تعالوا بقى نبدا يومنا ونشوف هنعمل ايه. بصي يا بنات، انا بدات اليوم معاكم هنا من الغدا. حبيت بقى اعمل اكله كده بقالي زمن ما اكلتهاش، وهي بنات المسقعه. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله مسقعه. بصوا بطريقه حلوه قوي، وانا دي طريقه بقى بتاعت ماما بقى، والطريقه اللي اتربينا عليها. يعني مهما بحس كده في حاجات بتطلع، وفي حاجات بتبقى صحيه اكتر، وفي حاجات بتبقى تريكات كده، بس انا بحب اكل المسقعه بطريقه زمان يعني. فجبت هنا الخضار كان لسه جايلي، فكنت جايبه بقى حاجات كده بسيطه، ما جبتش والله حاجات كتير. ليه بقى؟ لان الفتره دي انتوا عارفين ان انا مش بقعد في البيت كتير، وباني في اجازه دلوقتي، فاغلب الوقت مثلا بكون عند اخواتي، بقعد عند حماتي بقى بالثلاث اربع ايام كده، ناخد اجازه من البيت شويه. يعني بحاول كده ايه، ان الواحد يعني يطلع شويه من جو البيت والقعده. فالمهم بقى قلت ايه، خلاص بقى ايه، نعمل اكله كده سريعه يوم واحد. عشان انا هنا كنت مش فاكره، كان تاني يوم كنت ماشيه، فقلت لا اعمل حاجة على قد يومي كده، فقلت خلاص اللي نعمل كده غدا يكون سهل وسريع، وفي نفس الوقت كده كان بقالي كتير ما اكلتهوش. فجبت بقى البطاطس بتاعتنا دي، البطاطس بقى بتاع التحمير، حلوة جدا، بطاطس جميلة قوي بنات الفترة ديت. جبت بقى شوية بطاطس كده وقطعتهم وحطيت ملح وخل، واسيبهم كده في المية يتنقعوا، عشان لما اجي اقلي البطاطس تبقى البطاطسية ماسكة نفسها كده وايه، ومش طرية ولا اي حاجة، وهي كمان عشان بتاع التحمير، فبصراحة كانت مساعداني قوي. هنا بقى هجيب البتنجان بتاعي، قسمته كده بالنص، وبعد كده هبدأ أقشره. أنا عارفة إن في ناس بتعمله بالقشر، أنا بعمله بالقشر لما أكون مثلا هعمله قوالب، مثلا هعمله في الفرن، هعمله باللحمة المفرومة. لكن في القلي أو المسقعة يعني بالذات، أنا بحب أشيل القشر منه، بحس إن القشر بيمرره، ما مش عارفة ليه. لكن في الحاجات التانية بخلي القشر عادي. يعني حتى لما بجيب بتنجان محلات بقى بتاعت الفول والطعمية كده، بتنجان مخلل وكده، بشيل القشر منه، ما بحبش اكل قشر خالص في البتنجان المخلل. فهتلاقوني هنا بعد ما قسمت ابدا ان انا اقشر كده. فانتوا قولوا لي بيمرر معاكم ولا لا، ولا انا اللي بيتهيألي بتعملوا كده ولا لا؟ لان في ناس كتير بشوفها حتى على اليوتيوب ما بيقشروهوش، بشوفهم بيقطعوه بس كده، سواء بقى مكعبات زي ما انا مقطعه كده شرايح. فكل واحد بقى اكيد ليه طريقته، بس يعني زي ما بقولك كده، دي الطريقه اللي اتربيت عليها واللي اعرفها يعني. هغسل كده بقى البتنجان. طبعا كنت غسلاه الاول قبل ما ابدا اعمله، هنا هغسله بقى واحط شويه ملح عشان يبدا ينزل بقى اي ميه في اي حاجه، وبراحته كده خالص خالص، عشان لما اجي بقى اقلي ما يشربش معايا زيت كتير. طبعا ممكن تعمليه في القلي بقى، ما بتيجي تقلي تعمليه كده بشويه دقيق، عايزه تحطيه في الفرن، عايزه تحطيه في، او عندك اير فراير عايزه تحطي فيه زي ما انت عايزه، او المتاح قدامك. انا هنا بقى بصراحه مش مشغله القلايه. انا عندي القلايه اللي هي الكبيره اللي هي بتاعت الزيت ديت، بس مقرفه كده ومكلفه في الزيت ومقرفه في غسيلها، فما بقيتش استخدمها. لما استخدم الهوك، لما استخدم اي حله قديمه كده عندي الومنيوم، مش بستخدمها في الطبيخ، بخليها للقلي. فهنا بقى قلت استخدم حاجه تكون واسعه شويه عشان تاخد لي البتنجان ايه كله كده. حطيت هنا بقى البتنجان يتقلي، وهبدأ بقى ان انا اعمل الطشة بتاعة اللي هي المسقعة. هنا بقى عملت الثوم بشوية سمنة كده وزيت، وبعد كده حطيت شوية خل، وبعد كده الطماطم والتوابل بقى، الملح والفلفل والكمون، واسيبها كده ايه تتسبك كده شوية. دي احلى حاجة بقى بحبها في المسقعة، ريحة الثوم في الصلصة كده، تحس انك بتاكلي فتة بقى، بتاكلي لحمة كده يعني. الواحد برضو بيزهق من الاكلات وعايز ينوع كده، الموضوع بيكون رخم شويه.
رفعت كده اول طاسه، دي كده كانت تاني طاسه. وهبدا بقى حمرت البطاطس بقى، وحمرت كام قرن فلفل كده حراق. لازم بقى اكلات اللي ما تنفعش من غير حاجه حراقه دي المسقعه يا جماعه. حطيت بقى بعد ما سبكت الطماطم، وحطيت البتنجان، وحطيت الفلفل والبطاطس المحمره، واكله زي العسل. وعشان بقالي كتير ما اكلتهاش، فحاسه كده ان انا واكلاها ايه وانا مبسوطه، عارفين اللي هو باكلها بنفسي كده. وعيش بقى يا بنات بقى، وما اقولكمش لما بكون عامله معاها لحمه مفرومه، بحب اكلها بصراحه بالرز. اخد كده الاكل باللحمه المفرومه والرز الابيض، بتبقى طعمها جميل قوي. وانتي برضو لو عايزه تعملي شويه رز مثلا للولاد جنب الاكله دي بدل العيش، لو مش بيحبوا يغمزوا، اعملوا لهم شويه رز ابيض جنبها، والله هيحبوها قوي. بس انا بقى ديما طبعا عشان الفلفل، وهي كمان ما بتحبش الصلصه والكله على بعضه كده، بعمل طبق تاني. يعني بعمل حاجات يعني بحمر عادي البطاطس والبتنجان وكده، بس بخليهم محمرين، ما بحطهمش في الصلصه. عشان مثلا بابا ديما مش عايزين ياكلوا حاجه فيها توم، وبالليل مثلا او حاجه فيها صلصه ياكلوا كده بقى، وشويه الليمون دول. وما اقولكمش كانت اكله والله العظيم جامده. الحمد لله طبعا على نعمه ربنا، كل اكل ربنا جميل، ونعمته حلوه الحمد لله طبعا من فضله. فقلت بقى اشارككم الاكله الحلوه دي، باني بقالي كتير ما عملتهاش، تقريبا ما عملتش معاكم قبل كده. فقلت ناكل كده اكله حلوه وتكون كده اقتصادية. قولوا لي برضو تكاتكم كده وتركاتكم في المسقعة، الأكلات الحلوة دي. ويا ريت برضو يا بنات تكتبوا لي في الكومنتات، لأن في الزمن اللي احنا فيه الواحد بقى عايز ينوع وبيزهق برضو. ورمضان كده كده يعني خلاص داخل علينا، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده أول رجب، كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويجي رمضان علينا لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان بإذن الله. يعني الأكلات بقى ومطبخ والعزومات والأكل وبتاع، فالواحد ياكل أي حاجة الفترة دي. الواحد هيبقى شوية وهيزهق من الأكل كله، وبدأ يزهق من دلوقتي. فاكتبوا لي برضو في الكومنتات لو في أكلات حلوة ومختلفة اقتصادية، ممكن حاجات ما تكونش فيها ولا لحمة ولا فراخ، وتكون برضو طعمها حلو. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. يعني أنا يعني اللي أنا أعرفه برضو بعمله، بس كل فين وفين برضو الكشري الاسكندراني يا بنات بقى. انا جوزي بيحبه، انا بصراحه مش باكله، بس جوزي يعني ما بعمله له بياكله، بيحبه جدا. انتوا عارفين الرز الاسكندراني اللي هو بيكون رز ومعاه عدس اصفر، وبتعمليه كده، وبعد كده بتسلقي جنبه بيض مسلوق. بتبقى برضو أكلة حلوة قوي لو انتي برضو زهقانة من اللحمة والفراخ، وعايزة أكلة كده تكون حلوة. والعدس طبعا بما اننا في الشتاء بقى، العدس يا جماعة ندفي كده نفسنا بالعدس كده بشوية شعرية، تغمزي بيها تاكليها كده بالمعلقة، بتبقى حلوة برضو قوي. اكتبوا لي برضو في الكومنتات لو عندكم أكلات تانية حلوة، اكتبوها عشان كلنا ناخد أفكار من بعض، ونساعد بعض ان احنا نعمل أكلات حلوة في بيتنا، وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفة قوي. تعالوا بقى يا بنات، هنا كنا في اخر اليوم، قلت والله ما انا سايباكي يا ديما، هتخشي معايا هتشتغل، يعني هتشتغلي. بصوا بقى يا بنات، طبعا ديما واخده الاجازه وعايشه حياتها من ساعه ما رجعنا البيت. وهي بقى بصوا الاوضه من ساعه ما جت اصلا ما جيتش جنبها خالص. عملت البيت كله وخلصت المطبخ لما الميه اشتغلت، وعملت كل حاجه الا الاوضه، اللي هو عارفين انا مش هعملها الا لما انتي تعمليها معايا، اللي هو انا مش هسيبك. فالمهم هنا بقى كانت رايقه كده وخلصت لعب. قلت لها ديما انا تعبانه، تعالي بقى ساعديني، شايفه الاوضه مش حلوه ازاي ومش نظيفه، البيت كله نظيف، ينفع كده اوضتك تبقى مش نظيفه؟ طب يعني انت هينفع تنامي كده؟ كده مش صح. وقعدت بقى قعدت اتكلم معاها كده، وقعدت لها انا اوضتي نظيفه، واحنا نتفرج على التلفزيون والبيت كله نظيف، وانت لما تيجي تنامي تبقى اوضتك كده، والحاجه مرميه في الارض كده، اللعب هتزعل والدباديب هتعيط. وقعدت اعمل لها فيلم كده. المهم راحت لقيتها بقى جت كده معايا، قعدت تلم معايا، وقعدت اقول لها احط لها ده فين وده فين. المهم قلت اشغلها كده، مش واخده الاجازه ما بنعملش حاجه غير ان هي بتلعب. فخلصنا لعب بقى، قلت لها لا بص، تفاصيل اللعب كتير جدا، وحاجات بقى صغيره صغيره، وانا هفضل مغطيه وطالعه وقايمه والم، وتحت الترابيزه وتحت مش عارفه وحاجات كده كتير مرميه في الارض. قلت لها لمي بقى كده معايا، وبقيت اناولها وتحط هي في البوكسات، بقينا نناول بعض واساعدها، واقول لها لا ده هنا وده هنا. وهي بقى تقول لي بقى هي عارفه العبها حاطاه هنا وحاطه في البوكس ده. فبقيت تساعدني والله العظيم، وبقيت اساليها كده، يعني ان احنا كده بنعمل حاجه كويسه وبنساعد بعض، عشان انت كده كبرتي وبتساعدي مامي، وانت خدتي الاجازه ومفيش بقى خلاص سكول ولا في هوم وورك ولا في اي حاجه. نقعد كده نروق الاوضه، زي طالما سايباكي كده بتلعبي طول النهار،
وبراحتك وعايشه حياتك في الاوضه، فلما نيجي نقول يلا نروق الاوضه، يلا نرتب البوكسات، يبقى نعمل كده. فهي يعني تقبلت الكلام وفاهمه الكلام، وبقينا بقى نشتغل كده مع بعض، وقعدنا نلم كده، وهي كانت مبسوطه بصراحه. طول الليل هرياني، انا ساعدتك يا ماما، انا مبسوطه يا ماما، انا شاطره يا ماما. فهي عارفين ان هو ايه، يا دي ما انت هتذليني يا بنتي انت عملتي معايا الاوضه وهتذليني. طول شويه تقول لي يا ماما شفت انا شاطره ازاي، انا عملت الاوضه ازاي. وكل ما تشوف باباها، انا عملت الاوضه مع ماما، انا عملت الاوضه مع ماما. فالمهم ايه، قعدت كده بقى لحد ما خلصنا. طبعا لمعت لها الاوضه، وبقيت هي بقى تشيل اللعب كده، وانا بقيت المع واكنس ومسحت، وحاولت ان انا ارتب بقى الاوضه، وهي بقت تشيل اهم حاجه اللعب اللي هي الرخمه، الحاجات اللي هي تفاصيلها كتير، وهفضل يعني هتفضل واخده وقت مني ومجهود. لكن الاطفال خفاف كده، سريع سريع كده يلموا الالعاب بتاعتهم. هنا بقى قلت اغير لها الملايه. انا غيرت بصراحه الملايه اللي تحت بس، الملايه اللي فوق عشان حاطه عليها الشنط الكبيره اللي انا جبتها معاكم، واللي حاطه فيها المفارش والبطاطين، فانا حطيتها فوق السرير بتاع ديما فوق. مفيش حد بيطلع فوق ولا بينام فوق، فبصراحه ما قدرتش ان انا انزلهم واشيل الملايه. وهي الملايه اصلا يعني ما فيهاش حاجه، ما حدش ينام عليها ولا اي حاجه. فغيرت بس الملايه اللي تحت، حتى هتلاقوني هنا شلت الملايه بالكوفرته بتاعتها بس، وحطيتهم في الغساله بقى. قلت عشان ايه قبل ما انام انشرهم، وتاني يوم المهم على طول. هنا بقى هفرش الملايه نضيفه. طلعت معاكم في الفيديو اللي فات لما عملت معاكم اوضه النوم، طلعت معاكم البطاطين، وطلعت معاكم اللحيفه بتاعت ديما والبطانيه بتاعتها. هنا بقى قلت اطلعها عشان لما اجي اعمل الاوضه بتاعتها تبقى الاوضه الحاجه بتاعتها موجوده يعني. فطلعت اللحاف وحطيته جوه الكفر ده يا بنات. يعني انا عامله الملايه، عامله معاها كفر اللحاف ده وشين، وش اللي هو المربعات، والوش اللي هو نفس رسمه لبست فيه اللحاف، واللحاف لونه اورنج، والوش التاني كحلي كده في رسومات. فلما بكون بقى هستخدم الملايه بتاعت اللحاف بس، بحط اللحاف كده من غير الكفر. طالما هغير بقى الملايه واحط ملايه تانية او اللي هي الملايه دي، فبركب الكفر بتاعها على طول يعني. هنا بقى خلاص ركبت الكفر ورتبت لها الاوضه، وهي بصراحه كانت مبسوطه قوي ان هي هتنام والاوضه بتاعتها كده رايقه ونظيفه. فبحاول كده ان انا اشجعها ان هي تساعدني، وتتعود برضو ان ايه ما نسيبش البيت كده فتره طويله متبهدل ومش منظم. بصوا بقى صوره القمر الله اكبر عليها ديما، ده صوره الفوتو كلاس هي وزمايلها والتيتشرز بتوعها. فكانوا جايبين لي بقى الفوتو فريم ده، ومعاه 8 صور او 10 صور، ومعاه ميداليه حلوه قوي نفس الصوره اللي محطوطه فوق ليها. دي بقى قلت احط فيها مفاتيحي بقى وكده. والصوره التانية دي بتاعت حفله التخرج بتاعت الحضانه بتاعتها. فبس هي واقفه جنبي بقى عماله تقول لي كده حلو كده جميل، وبس كده حلوين. يا رب يكون يومي خفيف كده وعجبكم. حبيت اشارككم كده تفاصيل بسيطه من يومي. فلو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه، واشوفك على خير. باي باي، مع السلامه.